وهذا اللقاء يعكس أهمية خاصة بالنظر للمرحلة المفصلية التي يعيشها قطاع السياحة والتحديات التي نسعى لرفعها من أجل الارتقاء به ليصبح أحد الدعائم الأساسية لتنويع الاقتصاد المحلي لخلق الثروة وفرص العمل، وهذا في إطار تجسيد تعليمات السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المسداة لتطوير السياحة الداخلية، باعتبار أن الدولة تسهر على تعزيز المناخ المناسب لتطوير الوجهات السياحية بكل مكوناتها، وتركز على توفير الأمن وتحسين النقل وتشجيع الاستثمار، بالإضافة إلى رقمنة القطاع والترويج الإعلامي للقدرات السياحية الجزائرية بما يجعلها وجهة إقليمية مميزة. التحضيرات لموسم الاصطياف سنة 2025 هي سريعة على قدم وساق. ما هو مميز هذه السنة أن التحضيرات بدأت مبكرا نظرا للأغلفة المالية الولائية، سادير لو بيجي الولاية اللي تخل للخزينة، وبالتالي بدينا في التحضيرات لتهيئة الشواطئ على مستوى الولايات شمال وسط الخمس ولايات الساحلية. هناك أكثر من 33 عملية سجلت، ومن بينها تجديد الإنارة العمومية وإدخال تقنية اللاد الجديدة والتخلي على تقنية الطاقة الشمسية، إضافة إلى القضاء على المصبات السوداء، المصبات المياه السوداء التي على مستوى الشواطئ، إضافة أيضا إلى تهيئة الطرقات المعنية بالشواطئ، لأن جلها خاصة الطرقات التي تدهورت حالتها سيتم تجديدها هذه السنة، سنة 2025. الغلاف المالي نجم نقولوا لي ضاعف 4 مرات مقارنة بالسنة الماضية، وهذا يدل على أن الدولة أعطت أهمية كبيرة من أجل بدء مبكرا في تحضيرات موسم الاصطياف، إضافة للتجربة للسنة الماضية الخاصة بامتياز الشواطئ اللي أعطت نتائج جد إيجابية، وذلك في تحسين الخدمات، إضافة أن كان هناك تعليمات جدية للحفاظ على مجانية الشاطئ، خاصة بالنسبة للمواطنين، سواء بالنسبة للشواطئ العمومية أو حتى الشواطئ الخاصة. كل هذا تسهر مديرية السياحة والصناعة التقليدية بالتنسيق مع مديريات الإدارات المحلية الولائية للسهر على تطبيق هذه التعليمات، إضافة إلى عملية تم اكتمال جميع عمليات الدراسات الخاصة بمخططات التهيئة الشاطئية لو باب. مثلا في ولاية شلف تقريبا 27 على 27 شاطئ مسموح للسباحة متوفرة فيه جميع الدراسات، وهذا شيء إيجابي جدا حتى يفتح المجال لتهيئات الشواطئ هذه السنة بمعايير نقدروا نقولوا وطنية وبدفاتر شروط صارمة، إضافة أن هناك أيضا مشروع شاطئ ذكي اللي غادي يكون إن شاء الله الأول من نوعه على مستوى الوطني. تتم الدراسة أن يكون ما بين ولاية تيبازا أو ولاية شلف في منطقة الظهرة. عملية الدراسة هي جارية، إن شاء الله سيتم الإعلان عنها قريبا إن شاء الله. اليوم تم من خلال اللقاء الوطني لتحضيرات موسم الاصطياف لسنة 2025، وكذلك تقديم حصيلة موسم الاصطياف لسنة 2024. ترسانة من التعليمات تحت وصاية وإشراف السيدة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية من خلال التحضير الجيد والمميز لموسم الاصطياف لسنة 2025، كما قلت من خلال إعداد برنامج مضبط في مخطط عمل مديرية السياحة والصناعة التقليدية على المستوى المحلي
المدني من خلال كما قلت التنسيق مع القطاعات الأخرى على المستوى المحلي من قطاعات شباب والرياضة، قطاعات الثقافة، وكذلك الحركة الجمعوية والمجتمع المدني في إطار تعزيز لربما البرامج والنشاطات السياحية المقبلة خلال موسم الاصطياف لسنة 2025. هذه التعليمات كذلك جاءت من خلال لربما إعطاء أهمية قصوى لتهيئة الشواطئ وكذلك دخول أكبر عدد شواطئ مسموحة للسباحة خلال موسم 2025، وكذلك العمل على دخول حيز الاستغلال لاستثمارات فندقية جديدة على مستوى ولاية الشمال على غرار ولاية عنابة التي سوف تعرف دخول 4 مؤسسات فندقية جديدة خلال موسم الاصطياف لسنة 2025، وكذلك 3 شواطئ جديدة إن شاء الله على مستوى بلدية البوني منطقة سيدي سالم، حيث تعرف ولاية عنابة مخطط استراتيجي كبير في تطوير قطاع السياحة والواجهة البحرية للولاية. توصية السيدة الوزيرة وزير السياحة والصناعة التقليدية هي تعليمات ميدانية، هي تعليمات تنفيذية، بمعنى ميدانيا من خلالها نعرف ذلك العمل الميداني من خلال تنفيذ العمليات التي سوف تكون منجزة خلال موسم الاصطياف لسنة 2025. هي تعليمات عملية، تعليمات مدنية ميدانية، بمعنى حتى تكون لربما نعطي أكثر نوعية وأكثر تمييز في الخدمات العمومية المقدمة للمصطافين بصفة عامة وكذلك للسواح بصفة خاصة على مستوى عنابة. الجديد الذي يحمله موسم الاصطياف لسنة 2025 كما قلت هو التواصل في إطار أو هدف واحد، هو إعطاء أو هو العمل على تحسين موسم الاصطياف. التواصل من خلال كما قلت تعليمات السيدة الوزيرة، التواصل من خلال التنسيق مع كل القطاعات، وكذلك التواصل بالتنسيق مع الحركة الجمعوية من خلال المرصد الوطني للمجتمع المدني. هدفه هو واحد، هو إعطاء أحسن خدمة للخدمات، أحسن خدمة عمومية على مستوى المؤسسات الفندقية، على مستوى المطاعم السياحية، وكذلك على مستوى الشواطئ المسموحة للسباحة.